بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده اللي هو طريقه عمل القراميط، سمك القراميط. قدامكم الصينيه بعد ما تستوت يعني اهيت. دي الخلطه بتاعتها مستويه من جوه وجميله، واللحمه بتاعتها انا بيضه خالص اهيت اهي. جربوها بالطريقه دي، سهله وبسيطه خالص، هتعجبكم. انت بقى تاكلها بعيش كليها، احنا هناكلها بعيش ان شاء الله يعني، او عايزه تاكلها برز كليها. والافضل يعني كان جدتي يعني ومامتي كانوا بيعملوها رقاق. شايفين قبل ما تستوي اهيت، منضفاها كويس خالص. وهي يعني الناس بتسلخها، انا عملتها معاكم مره قبل كده مسلوخه، الجلده السمرة ديت من شالة. فالمره دي ما كنت مستعجله يعني، كان ورايا مشوار، فعملتها بالجلده بتاعتها، بس ان منضفاها جامد بميه وليمون ودقيق، وغسلها كويس يعني، ميه وليمون ودقيق. تغسلها بميه وليمون ودقيق عشان عليها مخاط كده تنشال. وعايزه بقى تسلخها، اسلقيها. لفتها بقى في دقيق اهيت. بعد ما لفتها في دقيق اهيت، تحط بقى الزيت وتحمريها بقى، تقليها اهيت، هتشوفها قدامكم. وطعمها جميل خالص. والسمكة القراميط دهوت انت تجيبيه من مكان مضمون يعني، احنا ضامنينه وجايبينه من بحيرة، مش عارفين هو مكانه جاي منين يعني. ما تجيبوش سمك مصارف، جيبيه سمك بحيرة، يكون مضمون من حد انت ضمناه يعني، واثقة فيه، اللي هو هيجيبهولك من مكان نظيف، مش اي قراميط تشتريها. وزي ما قلت لك، عايزه تسلخيها اسلخيها، مش عايزه اعملها كده. كان اجدادنا برضو ومامتي كانت بتعملها ما كانتش بتسلخها، بتعملها زي ما انتوا شايفينها كده. بس دلوقتي بقى الكل بيسلخها، او معظم الناس يعني. في ناس بتسلخها وناس لا، بس المعظم بيسلخها يعني اهي. شوف متحمرة ازاي ولحمتها حمرا وجميلة ازاي. تحمريها بقى كلها كده اهوت. وهي مفيدة خالص ومغذية. سمك مية عذبة يعني، مش مية مرحم، سمك نيل يعني. هي بتحمريها برضو كده اهوت. دي ما بقى انا بحطش عندي حاجة خالص، عشان انا هحطها في صينية. الصينية بقى متبلة زي ما هتشوفوا دلوقتي، متبلة وفيها كل التوابل بتاعتها والبهارات بتاعتها. عندنا بقى حد مش بياكل سمك القراميط، فهنعمل له 2 سمكة بولتي، واحدة بورية اهيت، بورية حشيها بقى بتوم وفلفل حار يعني وكمون اهو. وحط عليها برضو شوية كركم على الحشوة دي. تلفها في الدقيق برضو كده اهوت. وانا هرش عليها بقى في الاخر كمون وملح وليمون. بتحمرها كده اهيت السمك اهوت. تحط معاه فلفل، بيدي طعم حلو لصينية القراميط يعني. حطها مع صينية القراميط، القرن الفلفل دهوت بتحمره، تحطيه مع صينية القراميط. حمرت بقى دهيت الاتنين بولتي والبورياية دهيت يعني اهيت. وبتطلعي طبعا على مناديل اللي هي فوط المطبخ يعني، دي عشان تشرب الزيت الزيادة اللي فيها، سواء كانت القراميط او السمك اللي قدامكم البوري ده، هو البوري والبولت ده هو. هنيجي بقى نعمل الصينية. معايا شوية زيت يعني، زيت حطيها على حسب رغبتك برضو. معايا كمية كبيرة من البصل، بصلتين 3 كبار زي ما انتوا شايفينها كده. عايزة تحطي بصل احمر حطي، عايزة تحطي خليط من الاحمر والابيض حطي. والبصلة تدبليها بس ما تحمرهاش. معايا بقى بهارات سمك، فلفل اسمر، كمون اهيت، وكزبرة ناشفة. ما عندكش بهارات سمك خلاص استغني عنها، مش لازم تحطيها عادي، حطي بهاراتك العادية اللي كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسمر. حطيت بقى معلقه فلفل حار زي ما شفتوها كده في الاول، انا عاملاها في البيت، ضرباها وعاملاها في البيت مخزناها يعني. وبعدين الصلصه، بتحمري البهارات شويه مع الزيت والبصلايه عشان تطلع ريحتها، تطلع في الصينيه. وتغلي برضو تغلي الصلصه مع البصلايه برضو شويه كده اهيت. وتزودي بقى الميه بتاعتك اللي هتحطي فيها ايه السمك يعني، سمك القراميط. ومعايا بقى راس توم كبيره اهيت، هتحطيها دي اهيت، تحطها نية، ما تحمرهاش مع البصلاية. لما تحطها نية كده راس التوم دهيت بتدي طعم حلو وريحة لصينية السمك. او لو هتعملي محشي برضو حطها مع المحشي نية، ما تحمرهاش مع البصلاية. انا حطيت بقى المية وغلت شوية مع الصلصة اهيت والتوابل والبصل. تحطي بقى كلها ده برضو على العين من فوق. بتحطي بقى السمك القراميط بتاعك كده اهوت، تخليه يغلي شوية كده وتقلبيه اهوت عشان ياخد من طعم الصلصة كلها. القراميط تاخد من طعم الصلصة اهيت.
ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. اهوت هرجعها بقى لاصلها التاني عشان كلها تاخد من طعم وريحة التوابل والصلصة بتاعت الصينية. وهندخلها بقى الفرن تنشف تتحمر بس من فوق، هي كده مستوية وجميلة خالص. دوبك تنشف شوية وتتحمر من فوق في الفرن اهي. تحطها على اهي طلعت نشفت اهي، تحطها على الصاجة على الشبكة وتسيبها تنشف شوية، او تحطها تحت على على الصاجة بتاعت الفرن يعني. ولما تنشف طلعها فوق تتحمر على الشبكة وتولع على الشواية. السمك بقى المتحمر اهوت حتى مع خيار وليمون متخلي في البيت وطماطم، اي بقى حاجة عندك يعني حطها فرح. او الصينيات بعد ما استوت متحمرة من فوق اهيت، وجربوها بالطريقة دي هتعجبكم والله، طعمها في منتهى الجمال. بس تجيبي سمك القراميط من مكان مضمون، من مية صحية يعني، مش مية مصارف اهيت. وطعمها في منتهى الجمال، ولحمها ابيض من جوه خالص. احنا بناكلوش غير في السنة مرة ولا حاجة، وفي سنين كمان بناكلوهاش فيها يعني. على حسب ما نلاقوا سمكة نضيفة بنعملها يعني ونجيبها ونسويها. ما فيش سمكة نضيفة مش مضمونة ما بجيبهوش القراميط ده خالص. ممكن نقعد بسين ما ناكلهوش. لو صدفت بقى سنة بمكان مضمون بنجيبها ونعملها زي ما انتوا شايفينها كده. ممكن بقى تاكلها بعيش زي ما قلت لك، او برز زي ما قلت لك، او رقاق تعملها رقاق بطعمها جميل بيه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.